يأتي مباشرة السبب من أجل أن ترزق بأولاد، وهو أن يأتي الرجل أهله. لابد هنا أيضا من التسمية قبل الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الذكر بسم الله. واحنا قلنا دايما اسم الله ما ذكر على شيء إلا بورك فيه، البركة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. استفيد أول فايدة أن الولد رزق، رزق يرزق الله عز وجل ما يشاء من يشاء، ويقدر الرزق على من يشاء. رزق. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد يعني مولود ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. العلماء تكلموا في يعني إيه لم يضره الشيطان أبدا. قالوا لم يسلط عليه الشيطان فيكون وليه والحاكم عليه من أجل بركة التسمية. يعني إذا سمى على الولد قبل أن يقذف منيه، قبل أن تلقح البويضة، قبل أن يكون نطفة، قبل أن توضع النطفة في بطن الأم، قال بسم الله، هذه التسمية تجعل بركة في هذه النطفة التي يخلق منها الولد. فإذا خلق الولد خلق مباركا، لم يستطع الشيطان أن يكون وليه المسيطر عليه والحاكم عليه. دي بركة التسمية. 2، قالوا المراد أن الشيطان لا يطعنه في بطنه عند ولادته، وهذا يخالف الحديث أنه ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان في خاصرته، لذلك يستهل صارخا إلا ابن مريم، إلا عيسى ابن مريم. 3، لا يصرعه الشيطان. قالوا معنى لم يضره الشيطان أبدا يعني لم يبتلى بالصرع، يعني لم يصب بالمس الشيطاني أو السحر إذا سمي عليه. 4، لم يضره في بدنه، يعني لم يمرض بمرض بدني بسبب الشيطان، لأن المس الشيطاني، ونحن نعتقد دخول الجني في الإنسي، فإن إذا دخل الجني بدن الإنسان فإنه يضره في بدنه. قد أحيانا يعني إذا دخل الشيطان ووصل إلى المخ فإنه أحيانا يحجب البصر أو يحجب اللسان عن الكلام أو إلى آخره، فمن سمي عليه لا يستطيع الشيطان أن يفعل ذلك إن شاء الله. 5، لم يفتنه عن دينه إلى الكفر. ليس المراد عصمته عن المعصية، لأن المعاصي على كل ابن آدم، لكن يعني ما يكفرش. 6، أنه يموت على التوحيد. اللي سمي على نطفته يموت على التوحيد ولا يموت على الكفر، يعني لا يتخبطه الشيطان عند الموت.